السلام عليكم غزالاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير باحوال جيده وما ناقصكم حتى خير يا ربي. وانتم كتطلعوا على هاد لا فيديو ديال اليوم، الا كنتي اختي اول مره كتزوري قناتي فمرحبا بك. ما عليك غير الضغط لي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. واقتراحي لكم اليوم ان شاء الله غنخدموا هاد لابيوش او كيك رولي اللي كتجي روعه. الا مهتمه بهاد لا فيديو تبعي معايا المراحل من الاول حتى الاخر، غنمشي معاك المقادير وكيفيه التحضير. على بركة الله. هنا في بول غادي ندير 5 ديال البيضات وغادي ندير قبصة ملح. غنحاول نطلعهم بالباتور كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقة هذه. غير كتبدا كي يرغوي البيض كنبدا نضيف السكر حبيبات. هنا عندي سكر حبيبات، عندي 7 ديال المعالق ديال سكر حبيبات كيف ما كتشوفوا. وكنبقى كنضيفو بالتدريج حتى كيطلع لي البيض وكيولي بهذا القوام هذا. غادي نضيف الدقيق. هنا عندي 6 المعالق ديال الدقيق، والسابعه غادي نزيدها ان شاء الله كاكاو. الا كنتو ما غديروش الكاكاو فديروا 7 ديال المعالق مقادين ديال الدقيق. هنا كنحاول ندخل الدقيق بهذه الطريقه من التحت للفوق باش ما نهبطش البيض وتيبقى لي القوام هو هذاك. صافي غنضيف المعلقه ديال الكاكاو اللي قلت لكم نقصتها دقيق حيدتها وضفت الكاكاو باش ما يجينيش الخليط عاقد. وكنبقى كندخل في الكاكاو بهذا الشكل هذا حتى كينسجم ليا مع المكونات كامله، حتى كيولي الخليط بهذا الشكل هذا. هذا هو القوام ديال الخليط ديال هاد الكيك رولي. هنا خديت صفيحه الفرن اللي درت ليها ورق الطبخ وغادي نصب الخليط كامل. وغادي نبقى كنيطالي بهاد السباتيل. كنقاد الجوانب باش كتجيني مقاده بهذا الشكل هذا. كنبقى كندفع وكنقاد الجوانب. وهنايا راه سخنت الفران على درجه الحراره 180 من الفوق ومن التحت. غندخلها طيب وغادي نرجع معكم من بعد ما طابت على 10 ديال الدقائق. شوفوا كي كتجي، راه كتجي هاد الجينواز رائعه. صافي هنا رشيت لها شويه ديال السكر ثقيل باش نحاول نقلبها باش ما تلتصقش ليا. وراه هاد الكيك ما كنسقيهاش بمره. هاد الجينواز ديال هاد الكيك رولي هي كتجي معلكه. صافي كنحاول نحيد ليها داك ورق الطبخ. وانتم اختاروا الورق الطبخ يكون نوعيه مزيانه. الا كان عندكم شي نوعيه اللي ماشي زوينه فدهنوه غير بشويه ديال الزيت او الزبده وراه غادي يخدم معاكم. هنا خديت واحد المنديل اللي انا حطيت فيه هاد الجينواز وغادي نبقى نرولي باش تشد ليا لا فورم. وغادي نحطو على جنب. ندوز معكم ان شاء الله الكريمه. هنا غادي نحتاج الكريمه. عندي كاس ونص ديال الكريمه، وعندي 50 غرام ديال الشوكولا اللي انا ذوبتها في بان ماغي او في الميكرو اوند. صافي كنخليها حتى كتبرد شويه حتى كتدفى وكنضيف لها الكريمه وكنبقى كنطلع في الكريمه بهذا الشكل هذا. هاد الكريمه كتجي رائعه صدقوني، كتجي بنينه بنينه. وخصوصا الا كنتو دايرين الكريمه ديال العبار. انا هنايا استعملت واحد الكريمه غنخلي لكم سميتها في صندوق الوصف، ماشي كريمه ديال العبار ولكن راه ديجا كنت كنديرها بكريمه العبار وكتجي رائعه. هنا راني صافي حطيت الجينواز ديال كيك رولي كيف ما كتشوفوا. عمرت لابوش وبقيت كنيطالي بهذا البوش بهذا الشكل هذا باش كيجيني السطح متساوي. وغادي نبقى بهذا السباتيول كنسرح على الكيك كامل كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. طريقه اللي هي رائعه الصراحه. غاي صدقوني غتجربوها وغادي تعجبكم. صافي هنا من بعد ما غنيطالي هادشي كامل غادي نبدا كنلوي فيها بشويه بشويه. وانا كنرولي ما كنروليش مزير، كنرولي شويه بشويه. المهم انا هذه راه روليتها شويه مزيره داكشي باش ما كثرتش فيها الكريمه. داكشي باش جات ما جاتش كبيره بزاف، جات غير
رقيقه. نتوما الا بغيتو تجيكم كبيره فكتروا الكريمه. صافي غنحاول نقلبها، وغادي ناخذ هاد السباتول وغادي نبقى كندخل وكنجر في داك الورق الطبخ باش كتجمع ليا شويه، باش ما كتبقاش محلوله، والكريمه كتوزع كامله في الجوانب اللي مازال ما واصلاش ليهم. صافي هنا غادي نغطي عليها وغندخلها للثلاجه حتى ريتها ما تقبط لي راسها، وغنرجع نكمل هاد الزين. هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه كيف ما كتشوفوا بقات لي هاد الكريمه، غنحاول نديرها على الوجه ديالها بهذه الطريقه هذه. صافي حتى كنعمر الكل. غير لابوش كيسهل علينا العمليه. اللي الا ما عندكش لابوش فغتاخدي غير سباتيل وغدهني الوجه ديالها. صافي كنبقى كنيطالي في داك لاكريم فوق من الوجه ديال الكيك رولي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، وكنبقى كنقاد كنحاول نعمر الجوانب اللي مازال ما وصلاش ليهم الكريمه. صافي هنا غادي ناخذ هذا ورق الطبخ وغادي نقطعه بهذا الشكل هذا، وكنجر بهذه الطريقه حتى كتقاد ليا كامله. صافي هنا من بعد ما قاديتها فانا دخلتها المجمد. هنا غنوجد لها كلاصاج، هذا اسهل كلاصاج واروع كلاصاج انا عندي كنستعمله صراحه. كيجي راه كيف ما شفتوا في بدايه لا فيديو كلاصاج اللي هو ميغوار، كيجي رائع وباقل تكلفه، ما فيه لا ناباج لا غليكوز لا سنيده لا والو. عندي هنايا الشوكولا، وانا ما استعملتش غير هذه، غير ماشي شوكولا نواغ اللي هي غاليه في الثمن، او انا استعملت كالا هي اللي خدمت بها. قطعتها طريفات صغار وضفت ليها الحليب كيف ما كتشوفوا، وشوفوا منين كنحرك شوفوا اللمعه، كتبان لكم اللمعه. هاد الكلاصاج روعه. كنضيف ليه 2 وراق ديال الجيلاتين وصافي كنصفيه وكنبدا كنكلاصي في الكيك او في الجينواز او اللي عندكم اللي بغيتو تكلاصيوها به. كلاصيوه. هنا كنكلاصي هاد الكيك رولي ديالي كيف ما كتشوفوا. شوفوا الكلاصاج راه لامع لامع، صدقوني كيجي روعه. انا كنستعملو ما كنستغناش عليه صراحه. ما فيه لا كاكا ولا شوكولا اللي هي غيش او غاليه، او الصراحه هاد الكلاصاج غادي ينفعكم. كيف ما كتشوفوا كنحاول نكلاصي الجوانب كامله بهذه الطريقه. صافي وانا كنبقى كنشوف البلايص اللي مازال ما وصلت ليش ليهم الكلاصاج كنكلاصيهم هنا. تزيين عالم اختياري، زينوا باش ما بغيتو. كيف ما كنقول لكم ديما، انا هنا عندي البندق اللي حمصته شويه قطعته الى انصاف وزينت به هاد الكيك رولي، وهذا ورق الذهب اللي درت ليه انايا من الفوق شويه فوق هاد الكيك رولي. صافي وهذا هو هذا هو الزين ديالي البسيط المتواضع. نتوما زينوها باش ما بغيتو تقدروا ديروا فوق منها الا باقا عندكم الكريمه تقدروا ديروا اي حاجه. هنا غادي نحاول نحيد الجوانب كيف ما كتشوفوا. صافي غنحيد هذا الجانب هذا، وكتجي هذا الكيك رولي بهذا الشكل هذا، كتجي روعه صراحه، كتجي رائعه واقتصاديه وتوجدوها باقل تكلفه وفي اقل وقت. يعني غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. ولمصداقيه الوصفه ديما كنتقاسم معكم وكنقسم معكم لا طاخت ديالي. كيف ما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل هذا. كنتمنى هذا لا فيديو يعجبكم. الا عجبكم طبيعه الحال ما تنساوش تخليوا لي واحد لايك وتخليوا لي واحد تعليق الا من طبيعه الحال يستحق الفيديو. وهنا الفيديو ديالي شرف على النهايه ديالو، كنقول لكم مع السلامه.